السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين حبايبي. طبعا انتم مستغربين من هذا الستايل الجديد وما تعرفون عن شنو يتحدث. هذا الموضوع يتحدث طبعا عن الموقف اللي صار بحياتي وخلاني انجبر انزل هاي القصيده واوجه كلامي للكل، صاحب المقاعد وصاحب الدول وصاحب الكل. لا خايف ولا مستحي، والرغبه اللي مخليها الله هو اللي يشيلها لا غير. موقف صار انا وصديقي، تربينا من صغر بمنطقتنا ولما كبرت صادف شفته بالسياره، انا قاعد وكان يبيع الشاي وحبيت اصيح من الشاي، فشفت وجهه طلع صاحبي اللي انا متربي وياه من الصغر وظل يبكي من شافني. وهو يستحق مع العلم طالب هندسه وطالب كفوف جد يعني احسن من عندي مئات، واللي الشرف افتخر به صديقاني. من سالته قلت له مهندسه وهاي، كان يقول لي لا مصطفى تسلم عليه ولا تتوسط هدومك وهاي. فالمهم خلانا انجبر امد ايدي عليه وهاي الشاي وضربته تنكسر ايدي وبوقتها. فقلت له انت اخوي وانت تحرص ما عنده اي اشكال وياك، فسالته شنو السبب اللي خلاك يجي؟ سالني قال لي انا طالب هندسه واول سنه ما طالب، انا اول علي من طالب، فلانه وضعي مو زين، وضعي مو حرج وحالتي الماديه مو شيك، ما قبلوني ودوني علوم. هذا السبب اللي خلاني راح انزل الحكي وللكل ومنطق شعبي. راح ابدي بالكلام وما خاف، مثل الرجال اللي قاتل الميتين جوع جهاله، مو بس الشرف ما بعته ظل بالبيت وانت تقول راح تعدل بحاله. بيمن تعدل بالله فهمني شلون؟ اذا سلمت القاصه بيدنا الشاله، واذا صار الحرامي ينتظر بالبستان، اقرا الفاتحه على العنب واسلاله. خلينا نتحاسب، تعال جاي حساب عرب، قل له وين يديك الزين حتى انا اقتنع مو هيك لولالي. انزل بالشوارع شوف حال الناس، شوف الفقير بالشارع جاي يجراله. ايتام العراق تريد خبزه تعيش، النوبه تخلوها تدور قواطب نص الزباله. مأساة الشعب منها النفط والله، كل ما يزيد سعره يزيد هلاله. 10 سنوات مرت بس كذب ووعود، من كثر الكذب ملوا القواله. ويواعدنا السياسي على الفضائيات، خيعون الشعب بيكم وألف النياله. يطلع لي يتحدث باسم الدين، ولو قارون يمكم ينكتب يالي. جبت لنا الكهرباء ولو ضاعت العدل مش كم شهر، وهاي السنة العاشرة اكو ناس ترى مقبلالي. وقلت لنا الحصة وصلت للميناء، اخلى الحرامي وحزبه غطالي. وانهزم هذاك اللي بالتجارة يبوق، هسه قاعد بلدن مرتاح وواحد يدناله. لأن الباقي مو هواي، لا مو هواي، بس 7 مليارات وهذا القضاء بين استقلاله. قارنوا بالله الرواتب في وطن فرهود، وانتو اختاروا واحد نحسب امواله. من رأس الهرم وانزل على الباقي وشوفوا شقد منه من ربعه ومنه بذاله. وشوفوا احلى شي هاي الشغلة سميهم العجائب، ثلثين الشعب العراقي كلها عطالة بطالة، لا منافع لا رقابة لا نزاهة نشوف، خصصها السياسي كلها الصهرة والعيالة. وتجاوز منها الكذب ومنها المعقول ومنها ولا واحد تحضر بباله. عمارات بفرنسا ولدن والخدم والذهب يبراله. وانت تقول لي مصطفى اسكت، قل لي اسكت ليش اذا الشعب ضحية وانت كتالة. كافي يا شعب نظل هيك مثل البعير، يحملون علينا الذهب وينطونا مخالة. باكر انتفاضة ولازم تعرفون، اذا هد الشعب بوجه الظالم منو يقدر يوقف قباله؟ روح شوف الدول كلها راح تتعالى الاصوات وتتعالى، ما يلحقك لا اوباما ولا دول تحميك ولا حتى العشيرة ولا ابن خالك. طز بالكل من الالف للياء، ما استثني واحد ظالم من هالمثالة. خليك لو شفت
ما نرضى بيوم، شد حيلك يلا وقوم. ما نريد هذا ولا ذاك، نريد بس اللي هواك. ما نريد هذا ولا ذاك، نريد بس اللي هواك. اللي يتعب العيون اهله ينتخب فرات ودجله، اللي يتعب العيون اهله ينتخب فرات ودجله. بالذل ما نرضى بيوم، شد حيلك